قررت السلطات التونسية منع رجل الأعمال كمال الطيف من السفر، وذلك على خلفية قضية رفعها ضده أحد المحامين واتهمه فيها بالتآمر على أمن الدولة. كمال الطيف الذي كان مقربا من الرئيس السابق بن علي في أول فترة حكمه قبل أن تسوء العلاقة بينهما، متهم بإرسال رسائل مشفرة تدعو إلى زعزعة أمن البلاد. القضية اتخذت أبعادا سياسية بين السلطة والمعارضة. كمال الطيف مهندس انقلاب 7 نوفمبر كما يصفه البعض، والصديق الحميم للرئيس السابق بن علي قبل أن تسوء علاقتهما، ممنوع من السفر بقرار قضائي بسبب اتهامه بالتآمر على أمن الدولة. لم يمر هذا الأمر دون أن يخلف سجالا على الساحة التونسية. يقول المقربون من كمال الطيف إن الملف خرج عن إطاره القانوني وأخذ صبغة سياسية لها علاقة بالوضع السياسي في البلاد. الرسائل هذه موضوعها أنه فقط للترويكا السلطة الحاكمة أن تتعامل مع رجال الأعمال، لكن حزب معارض أو طرف مستقل يتعامل مع رجال الأعمال فيمكن أن يقع اتهامه بالتآمر على أمن الدولة، وهذا خطير جدا. بدأت القصة بعد رفع المحامي شريف الجبالي قضية بسبب ما قال إنها رسائل مشفرة بعث بها كمال الطيف تدعو للقيام بتفجيرات واختطاف شخصيات لإحداث البلبلة في البلاد وإعداد خطة للقيام بعملية انقلابية للسيطرة على الحكم والتشكيك في شرعية الحكومة الحالية. قضية ترفض وزارة العدل الدخول في تفاصيلها حتى يأخذ القضاء مجراه. انطلقت الأبحاث فيها منذ ما يزيد عن سنة، والتحقيق جار فيها، بطبيعة الحال هذا يعني لا نعلم أسرار التحقيق باعتبار أن التحقيقات لا يمكن الاطلاع عليها، ولكن هناك قرار ختم سيصدر في الموضوع وتتعهد المحكمة، وبصدور الحكم نعرف جميعا يعني مآل هذه القضية. ورغم ذلك فقد تحركت عدة أطراف في تونس للدفع باتجاه اعتقال كمال الطيف. فهنا السلفيون ينددون ببقائه حرا، وهنا روابط حماية الثورة تهاجم الحكومة بسبب هذا الرجل. القضية اتخذت اتجاهات أخرى بعد إعلان زوجة المحامي تعرضها لهجوم واتهام كمال الطيف بالوقوف وراء ذلك. نسمعوا في صوت يا مرت المحامي، وقت اللي تلفت شدني من شعري هكايا وفيتو سكينه باش يدغرني بها، يا اخي صاحبتي بساكها معناها عملت هكايا، طيح صاحبتي تحت. اتهامات تبقى الكلمة الفصل فيها للقضاء وحده. دخلت قضية كمال الطيف مجال التجاذبات السياسية في تونس، ونظرا لخطورة التهم الموجهة ضد الرجل فإن القضية ستترك أثارها على الحياة السياسية في تونس، سواء أثبتها القضاء أم لم يثبتها. مراد الدلنسي، تونس، الميادين.